السلام عليكم من جديد. كنجدد الترحاب ديالي بكم في هذا الفيديو اللي غادي نتعرفوا فيه اليوم على الطريقه الصحيحه ديال الملقيه الكورميت او الملقيه ديال الرباطي، وكيفاش غادي نبدلوا الالوان ديالنا ملي نكونوا كنخدموا بهم. اذا ندوزو مباشره للتطبيق. انا من قبل مثبته الخيط غادي نلوحو. انا كنتعمد دائما البدو نبينو على حساب الناس اللي ما كيعرفوش يبداو. غادي نديرو داك الخويط اللي غادي نعمرو فيه، اللي غيكفينا نعمرو عليه 3 ديال الغليزات باش غادي نبداو. 1 2 3. الا بغيتو في البدو تمشيو وترجعوا بالخيط عاد تبداو تحطوا التقيم، ممكن باش كتسهل عليكم. هذا الخيط كيتبت في بلاصتو ما كيبقاش يمشي ويجي. يعني غادي نوليو نطلعوا ونهبطوا في البدو. هاد 3 الغليزات ديالنا. انا كنطلع ونهبط بالغريز باش منين نبدا الزواقه تبان لكم، باش يجيكم الحساب ساهل. 1 2 3. دابا هاد 3 د الغريزات غادي ناخذوا الغريزه ديالنا الجنب. هاد 3 د الغريزات غادي ناخذوا وحده غنخدموها، وهاد الجوج غادي نقزوا عليهم بالخيط على هاد الشكل هذا. في الرجوع غادي نعمروا جوج غرزات في هذاك الخيط اللي نقزنا به. كنعمروا فيه جوج غرزات، وحده هذه في الجنب دائما كتبقى سامبل كنخدموها. دابا الكورميت الطريقه الصحيحه ديالو هو ان بعض الناس كيخدموا بزاف عاد كيعمروا كيجي داك الكارو كيجي على شكل مستطيل، وحنا خصنا يجينا على شكل مربع. اذا غادي نشوفوا غادي تركزوا غير مع شحال مطلعه وهبطه. خاصكم تطلعوا وتهبطوا عاد تبداو تعمروا. دابا انا غادي نطلع. ها 1 2 3. غادي نرجع هنا. طلعت وهابطه. 1 2 3. دابا هنا طلعت وهبطت. دابا غير غادي نطلع. 1 2 3. يعني باش نعرف انه تكون لي المربع هنا في الحساب راه كيبان لكم 1 2. كتلقاو هنا غير جوج غرزات محسوبين. دابا غادي نعض في الحرف ديال الخدمه، وغادي نشد الخويط على هذا الشكل هذا، وغادي ندخل الابره في العين اللي درت، وغادي نحبك. 1 2 3. انا بالنسبه لي بعض المرات كنعمر 3، بعض المرات كندير حتى 4، ماشي مشكل. ملي كتطلع الخدمه وتبدا تعرض كيجي المنظر رائع جدا. هاد الغريزه اللي كتبقى لنا في الجنب دائما كنخدموها سامبل. نعاود غادي ناخذ الغريزه ديالي د القنيات، غنخدموا الغريزه الاولى سامبل يعني عاديه، وغادي نقزو بالخيط القياس ديال جوج غرزات. راجعه كنعمر فيها جوج غريزات على هذا الشكل هذا. الغريزه د القنت دائما كتخدم سامبل. دابا من بعد ما كنعمر رجعوا الغريزات لداك التقبال اللي درنا، كنطلعوا ونرجعوا ونوليو نطلعوا في ديك الطلعه الثانيه اللي ما كنرجعوش فيها ديك الرجوع كنعمروا حنا فيه.
هذه هي الطريقه ديال الكورميت الصحيحه اللي كتجي متقونه في الخدمه، والحساب هو اهم حاجه في الخدمه. الرمضه عامه الحساب هو اهم حاجه فيها. دابا ركزوا غير معايا، طريقه سهله جدا. الهضره اللي قلت لكم قبيله، رجعت طلعت وهبطت، دابا غنطلع. واحد، جوج، ثلاثة. يعني الرجوع اللي غنرجع فيه ما غنرجعش، غادي داك الرجوع اللي غنرجع فيه غنعمر به، غادي نعمر داك الكارو على هذا الشكل هذا. دائما فاش تجي تلوحي داك التعمر حاولي تجي تزيريه مع القنت، تحطيه هكا مع القنت باش ما يجوش متراكبين. جوج، ثلاثة. بالنسبه للتعمر لكم الخيار، يا اما 3 يا اما 4. انا كنفضل 4 باش كيجي داك الكارو عامر وكتبان الخدمه متقونه جدا. دابا غادي ندوز لكم الطريقه الا بغيتو تخدموا بجوج ديال الالوان، الطريقه كيفاش تغيروا الخيط. دابا ملي غادي نبغيو نبدلوا اللون باش نخدموا بلون اخر، فاش كنوصلوا لهاد الغرزه هذه كنعمروا الكارو ونديروا هاد الغريزه هذه، كنعدوا في الحرف، كناخذوا الغريزه الاولى اللي كنخدموا وكنلوحوا الخيط ديال الثقبه. ملي كنلوحوا هاد الخويط ديال الثقبه كنجيو لهنايا صافي، وكندفنوا هاد الخيط اللي كنخدموا به، كندخلوه على هاد الشكل هذا، وكنعاودوا لديك البلاصه اللي خرجنا منها الخيط كنعاودوا ندخلوا الابره باش كيترتق مزيان، ما كيخرجش لينا ملي كنبغيو نتكوا اللون الاخر بالابره. ملي كنضربوه ونعاودوا بحال هكا ونرتقوا ما كيخرجش لينا الخيط على هذا الشكل هذا. دابا غادي ناخذ اللون الاخر، انا كنخدم بالسقلي، نتوما يمكن لكم تكونوا كتخدموا بالحرير بالالوان. غنجيو لهاد البلاصه هذه وغنبداو باللون الاخر، يعني اللون الاخر غادي نعمروا الغرز في داك الخيط ديال الثقبه، غادي نعمروه باللون الاخر. هانتوما هذه هي الطريقه باش كنغيروا اللون الصحيحه واللي كتكون متقونه، ما كتسل، ما كيوقع ليها حتى شي حاجه. غتخدموا بنفس الطريقه ديالكم اللي وريتكم بالخديمه د الحرير. دابا غادي نمشيو عاوتاني، غادي نبقاو نطلعوا ونهبطوا حتى كنكونوا داك المربع اللي غادي نغلفوه على هذا الشكل هذا. كنتمنى تكون الطريقه ديال الشرح مفهومه وواضحه. دابا ملي طلعت غادي نتك الابره ونبدا نعمر بحال السقلي بحال الحرير، نفس الحساب. 1 2 3. انا في خدمتي كنبغي ندير 4 باش كتجي عامره ومتقونه. وهاد الوحيده دائما اللي كتبقى لينا في الجنب كنخدموها خاويه. دائما فاش كنبغيو نبدلوا الخيط كنبدلوه في الثقبه، ما تبدليش في وسط الخدمه ولا شي حاجه باش ما كتجيش خدمه سواقيه وكيجي الترقاع باين. يعني فاش كنبغيو نشونجيو الخيط او نبدلوه كنبدلوه ملي كنكونوا لايحين الخيط هكا غادي نرتقوه للثقبه وكنخبيوه هكا في الجنب وكنبدلوا اللون الاخر. اذا الكورميت هكا على هذا الشكل هذا كيجي، وهذا هو الشكل النهائي اللي كتشوفوا امامكم في الصوره. كنتمنى يكون كان الشرح واضح وباين لكم. مع امل نتلاقى بكم ان شاء الله في درس جديد.